صباح الورد والفل والياسمين. النهارده بقى قايمه من النوم كده مش طالبه معايا افطر حاجه خالص الا افطر عيش بلبن. طبعا الناس اللي من البحيره عارفين يعني ايه العيش العربي اللي هو بيتعمل بلبن، في ناس ما تعرفوش. انا هوريلكم كل حاجه بالتفاصيل. معانا شويه ميه كده نسيبهم يغلوا، وبعد ما يغلوا ننزل عليهم باللبن. معانا الميه قربت تغلى اهي. بصوا كده الميه غليت اهو. معايا كيلو لبن جاموسي اهو خيره. انزل كده على الميه ونسيبه يغلوا سوا تاني. وننزل كده بالسكر عندي بقى حسب ما انتوا بتحبوا السكر كتير قليل. بصوا اهو، ونقلب بقى السكر بتاعي كده. ونسيبها بقى تغلي. هوريكم العيش اللي انا هحطه فيها اسمه عيش عرب. بصوا ده بيكون العيش العرب اهو. ببقى عجين وخبزاه ومنشفاه، بس ما بيكونش فيه خميره. بكون خبزاه ومحمصاه في الفرن كده ومقطعاه في المكنه بتاعته. انا عملته معاكم قبل كده على قناتي. بصوا اهو، دي مثلا بتكون محروقه شويه، الحته دي بنشيلها اهي. طبعا قبل ما بفضيه بنخله بالمنخل كده عشان لو في اي دقيق يتشال منه. يا ريت بقى لو اول مره تشوفوني تشتركوا في قناتي، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. بصوا كده اللبن بتاعي اهوت على وشك خلاص. اول ما يغلي مثلا انزل بقى بالعيش العرب بتاعي. انا نخلته كويس من الدقيق اللي بيبقى فيه الزياده. بصوا بصوا نبدأ كده ننزل بالعيش العرب بتاعنا. بصوا كده اهو. احنا قلنا النار عشان كان هيفور، من غير خلوا بالكوا عشان ما يفورش على البوتاجاز واللبن بتاعكم يتكب كله على الارض. اول ما بيغلي بقى بنهديله النار. هي الحتت السمرة ديت بصوا عيش بس وانا بحمره في الفرن يعني محمر شوية غامق يعني اتحرق سنة يعني. فايه شغال، احنا هناكلوه ما تقلقوش. العين مش بتخلي. بصوا هو كده بيغلى اهو. احنا موطين النار عليه عشان يستوي براحته. ما بياخدش ربع ساعة على النار بيكون يستوى تمام زي العسل. بصوا على فكرة هو بيكون طويل عن كده بس انا بكسره عشان العين تعرف تاكل. بصوا انتوا شايفين اللبن هيفور اهو. بنهدي النار بقى عليه عشان ما يفورش مننا اهو. انا بحاول على قد ما بقدر ببعد التليفون لان التليفون درجة الحرارة عالية فبتكسر التصوير اهو. شكله. وانتوا بتاكلوا بقى الناس اللي بتعشق السمنة البلدي تحط لها معلقة سمنة بلدي، قسما بالله تاكلوا أكلة. بصوا هتحسوا انكم لازم تقوموا تهدوا البيت وتبنوه. طعم تحفة، تديكي نشاط وحيوية أحسن بقى من البطاطس المقلية والبتنجان والحاجات دي اللي كلها زيوت. حاجة صحية ونضيفة كده وطعمها تحفة ما تاخدش معاكي وقت. ده عندي من العيد الصغير وبعمله واحطه في كيس عادي ما بيجرالهوش أي حاجة. لو قاعد عندك سنة مادام محمراه كويس زي كده مش هيدود ولا يسوس ولا يجراله أي حاجة، وتاكليه بألف هنا في أي وقت.
عندك أطفال الجعانين سخنين مش قادرين ياكلوا لحمة ولا طبيخ، ده حلو وصحي. لطفل تعبان مثلا مش هيقدر، ممنوع من الطبيخ والزيوت والحاجات دي، هتعملي له أكل صحية وفي منتهى الجمال وسهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص. اللي عايز طريقة العجن والكلام ده أنا عجنتها معاكم على قناتي قبل كده، اتفرجوا عليها على القناة وأنا بفردها وبقطعها وبسويها في الفرن، كل حاجة هتلاقوها عندي على قناتي مطبخ بس. ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد، وما تنسوش الدعوة الحلوة الجميلة منكم لساجدة بنتي، ربنا يشفيها ويعافيها. يلا بصوا شكله، هو خلاص كده يعني قرب يستوي. كل ما بيقرب يستوي كل ما اللبن بينشف شوية وبيبقى لافف بقى معاكم كده وجميل. يا ريت اللي جرب لنا الوصفة يكتب لنا في الكومنت ان هو جربها ويصورها ويوريها لنا، وربنا يكرمكم جميعا يا رب. بصوا الجمال، الناس البحراوية هم اللي يعرفوا ايه ده، الشراوة ما يعرفوش ايه ده الصراحة يعني. فالبحروة يا ريت اللي يشوف الفيديو ده يكتب لي هو منين في البحيرة وبيتابعنا من انهي دولة، كل واحد يكتب لنا بيتابعنا من انهي بلد يا جدعان. بص هو كده انا دقت حبة منه، سكره مظبوط وخلاص هو استوى اهو، بس هسيبه كمان شوية صغيرين ونطفي عليه. بصوا كده لفت معانا ازاي، خلاص كده انا هطفي عليها. وجبت انا هنا صينية فيها معلقتين زبدة جاموس، عشان انا ما عنديش سمنة من السياحة دلوقتي وانا بحبها سمنة بلدي، فهفضي بقى العيش العرب عليها هنا. قسما بالله لا تاكلوها حرفيا، هتقولوا بصوا جامدة جامدة طحن يعني، بجد جربوها مش هتندموا، والله العظيم ما هتندموا عليها. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الجمال كده، مش قادرة اقول لك انا بعشقها قد ايه، قسما بالله احسن من اللحمة واحسن من اي حاجة. ريحة الزبدة بقى بصوا تدوخ، والله تدوخ، ريحتها تحفة. هنقلب كله كويس كده وبالهنا والشفا بقى على قلبه. السلام عليكم.